مساء الفل. لما بلاقي ناس كتير بتوقف صلاة وتقول لك اصل انا زعلانه من ربنا، فالكلمه كبيره وضخمه. زعلان من ربنا ليه؟ زعلان من ربنا فانا وقفت صلاه عشان ربنا جالي كنت بصلي فجالي اكتئاب برضو عادي جدا، والمفروض الصلاه تحميني من الاكتئاب، ولكن جالي اكتئاب. كنت بصلي وسقطت في الامتحان مع اني كنت ملتزم، لكن انا سقطت عادي جدا. كنت بصلي وبدعي ان والدي او والدتي ما يتوفوش، لكن بالرغم من كده توفوا، فده معناها ان انا ربنا ما بيسمعنيش وما بيستجيبش، فانا زعلان. وبالتالي نلاقي انهم واخدين موقف من ربنا. الحقيقه الموقف اللي متاخد ده هو مش متاخد من ربنا، لان مش منطقي ان انت تاخد موقف من ربنا، لان احنا مش اصحاب عشان نزعل من بعض، ومش احنا قرايب فهنقاطع بعض. احنا الموضوع مختلف تماما. انا في احتياج دائم واحتياج مستمر واحتياج منذ خلق البشريه الحقيقه، واحتياج نفسي عميق في كل شخص لوجود اله ان هو يلجأ ليه ويطمن في ذكره، وانه يبقى حاسس ان في وراه ظهر مش مكشوف. فالعبادات الروحيه هي بتفيدك انت، مش هتعود على ربنا بشيء خالص، ولكنها فانت مش بتعاقبه لما انت تبطل تصلي، ولكن انت بتعاقب نفسك وبتحرم نفسك من اللي بتستفاده من العبادات الروحيه، سواء كان يقظه وانك تقدر تتحكم في افكارك خلال وقت الصلاه عن طريق انك بتخشع في الصلاه، سواء كان هدوء واطمئنان وبريك كده في الجري خلال اليوم، بتاخد بريك دقايق وترجع لليوم بتاعك، سواء احساس بان في حد وراك زي ما قلنا بيدعمك وبيسمعك وبيطمنك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ويختلف بقى هنا على فكره الطمأنه دي تبعا لمستوى ايمانك انت وخشوعك انت، وانت رايح فين، مش تبع لوجود ربنا لان سبحانه وتعالى موجود، ولكن تبع لانك انت ايمانك واصل لفين، خشوعك واصل لفين، ثقتك في ان ربنا وراك وانت مسلم له بجد واصل لفين، وبالتالي انت هتطمن ازاي. ولكن انت بتبقى قلقان جدا وخايف جدا وعمال تدعي في الهوا وخلاص، فبالتالي انت الدعوه وما انتش حاسس فعلا بالصلاه ولا بالقيمه الروحيه اللي بتعملها الصلاه، فبالتالي ما بتوصلش لبعضها، بيبقى كل حته لوحدها، فتبقى بتصلي ومتابع الصلاه وكل الكلام، ولكنك قلقان جدا ومتوتر جدا ومش عارف تهدى، لان دي حته ودي حته انت مش مربطهم ببعض. فاحنا محتاجين ان احنا نصلي. ففكره ان انا زعلان من ربنا فانا مش هصلي، انت بتأذي نفسك اولا، وكانك بتقول انا غسلت وشي كتير بس ما بيضتش فانا خلاص ابطل اغسل وشي، ولكن غسيل الوش حاجه ودي عباده قائمه بذاتها. طبعا نفضل دايما تكون في افضل صورها، ولكن الاستمراريه عليها بتعلمك كمان السيلف ديسيبلين، او انك تتحكم في نفسك فتعرف توقف اللي في ايدك وتقوم تصلي، زي بالظبط انك توقف لعب على الموبايل وتقوم تشتغل وتقوم تذاكر وتقوم تعمل اي حاجه انت ملتزم بيها. بتعلمك الالتزام وانك تلتزم، مش مجرد السيلف ديسيبلين السيطره على النفس، ولكن كمان الالتزام انك تبقى ملتزم. فاحنا محتاجين نعزز قيمه الصلاه ونبعد خالص فكره اصل ربنا ما عمليش، لان الامتحان والنجاح فيه ده يتوقف على حاجات كتير قوي، ده يتوقف على مذاكره حضرتك وحضورك وانك عملت اللي عليك وانك ملتزم وانك انت جاوبت كويس وانك انت رحت الامتحان اصلا، وحاجات كتير جدا ملهاش علاقه بتصلي ولا لا. لان هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا، ما يستووش، ما الموضوع ملوش علاقه بالصلاه. والنقطه الثانيه ان انا لما بدعي جدا واستنى ان انا حد من قرايبي انا بدعي له انه يعيش او انه يخف او ايا كان، هل احنا مربوطين دايما ان انا مدام دعيت لازم الدعوه تستجاب؟ هي الدعوه كده كده استجيبت، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني استجب لكم، ولكن تختلف طرق الاستجابه، يا تحصل عليها في الدنيا يا تتشلك في الاخره. فبالتالي انت كده كده الدعوه استجيبت خلاص، فالصلاه تقبلت اصلا وتسمع اللي انت دعيته وكل حاجه، ولكن دي اعمار واقدار، وبعضها يعني بيكون الافضل والارحم للشخص ده وللي حواليه ان هو يتوفى. انت عقلك القاصر مش هيجيب كل الابعاد، فما تقعدش تحاكم ربنا وتنصب له محكمه وتزعل وتغضب وتتقمص كأن واحد صاحبك، ونلاقي ناس كاتبه خصومه قلبي مع الله وحاجات غريبه الحقيقه. ولكن المفروض ان احنا نلجأ الى الله ونحتمي اليه ونستند عليه علشان نقدر نهدى شويه من القلق والتوتر اللي موجود في حياتنا الحاليه للاسف، اللي مليانه توتر وضغوط. دمتم بصحه وسعاده.